شركة حربية تزود عميلها المغرب بقاذفات صواريخ الرعب والبوليزاريو والجزائر في ورطة. البوليزاريو تهاجم إسبانيا والمغرب يسحق عضوية دولية وازنة. صادق الحبوشي والمغرب يقود الاستخبارات الدولية الأمريكية. الصحراء المغربية تجذب بريطانيا بقوة وتخطف نظرتها. نعتذر عن الغياب الطويل لأمور خارجة عن إرادتنا، كما أشكر جميع المغاربة وجميع الجنود العطلة هنا من أجل رفع راية المغرب والمطالبة بالصحراء الشرقية المغربية والدفاع وحماية كل مقدسات الوطن، ابتداء من الملك والصحراء والشعب وأي مواطن على التراب المغربي. أشكركم كثيرا، لا تنسوا الإعجاب ومشاركة الفيديو ووضع بعض التعليق لجلد الكراغلة والجزائريين الذين يحاولون لكن يفشلون في إرهاقنا بتعليقاتهم السخيفة. كشفت شركة البيض الإسرائيلية الثلاثاء الماضي أنها تحصلت على عقد بقيمة 150 مليون دولار لتزويد عامل دولي بقاذفات صواريخ بولز، أنظمة الإطلاق الدقيقة والعالمية ومجموعة من الصواريخ بعيدة المدى الموجهة بدقة. وقالت الشركة الإسرائيلية في بيان لها على موقعها الرسمي أن العقد الذي فازت به سيتم تنفيذه على مدى 3 سنوات، مشيرا أن صواريخ بولز من البيت سيستمز توفر حلا شاملا وفعالا من حيث التكلفة، بحيث يمكن إطلاق صواريخ غير موجهة وذخائر دقيقة التوجيه وصواريخ بمدى فعال يصل إلى 300 كيلومتر. معددة في البيان المزايا القتالية لقاذفات الصواريخ. وضمنت الشركة في بيانها تصريحا للمدير العام لشركة البيت سيستم والذي قال فيه نشهد طلبا متزايدا على حلول المدفعية المتقدمة لدينا من الجيوش التي تطلع إلى زيادة فعالية قوتها المسلحة. يوفر هذا العقد رابطا إضافيا للثقة في حلول المدفعية الصاروخية بولز من البيت سيستم. استنكر المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال بداخل الانتهاكات والتجنيد الممنهج للأطفال في مخيمات تندوف بالجزائر. وأعرب المركز في بلاغ أصدره أمس الجمعة عن قلقه العميق إزاء استمرار تجنيد الأطفال الممنهج في مخيمات تندوف بالجزائر، والذي يؤكده عرض لمئات الأطفال فتيان وفتيات وهم يرتدون الزي العسكري. وأضاف المركز: لقد نقلنا بشكل مباشر مخاوفنا العميقة للمجتمع الدولي، ونحمل الجزائر المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذا الانتهاك والتحدي الصارخين للقانون الدولي الإنساني في أراضيها. وتبع أن الجزائر طرف في اتفاقية حقوق الطفل، وعليها التزام باحترام وحماية وإعمال حقوق الأطفال في الحياة والخصوصية وحرية التفكير والتجمع السلمي على أراضيها. كما حث المركز نشطاء حقوق الإنسان والباحثين والصحفيين على الحرص على الضمير المهني والنزاهة الفكرية عند تناول الموضوع، حتى لا تمارس ميليشيا البوليزاريو ضغوطا على الأهالي. يذكر أن المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال تأسس سنة 2022، ويهدف إلى المساهمة في مكافحة تجنيد الأطفال، لا سيما من خلال التحسيس بمصيرهم وبعملية تجنيدهم، فضلا عن الأسباب الكامنة وراء استمرار هذه الآفة. بسبب تمسكه بدعم مبادرة الحكم الذاتية المغربية باعتبارها الحل الوحيد الكفيل بتسوية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، لم تتردد جبهة البوليزاريو الانفصالية في الهجوم على رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. في ذات الصدد وصف ممثل جبهة البوليزاريو بالاتحاد الأوروبي منصور عمار رئيس الحكومة الإسبانية بأنه بائع خردة متعطش.
وندد القيادي بالبوليزاريو بالحكومة الإسبانية بسبب تفاوضها مع المغرب على الإدارة المشتركة للمجال الجوي للصحراء، معربا عن خيبة أمل الجبهة من القيام مدريد بإجراء اتصالات غير رسمية مع الرباط. وكانت وزارة الخارجية الإسبانية قد كشفت عن محادثات مع المغرب حول إدارة المجال الجوي بالصحراء، مشيرة إلى أن البلدين يحافظان على اتصالات غير رسمية مستمرة حول إدارة المجال الجوي في الصحراء. وجاء هذا القرار في ظل تمسك الحكومة الإسبانية بموقفها التاريخي الذي اتخذته في مارس 2022، والذي أعلنت بموجبها عن دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب لحل النزاع حول الصحراء المغربية. أعيد انتخاب المغرب في شخص محمد الشارف يوم الثلاثاء بنيويورك عضوا في لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين للفترة 2024-2027، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بمناسبة انعقاد الاجتماع 11 للدول الأطراف في اتفاقية دولية حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بلاغ أن المغرب تصدر بأغلبية 47 صوتا قائمة المرشحين المتنافسين، مضيفا أن الأمر يعد بمثابة إجماع حقيقي حول المرشح المغربي أمام منافسيه المنتمين لبلدان كالجزائر تنتهج سياسة عدوانية وغير إنسانية في مجال الهجرة. وأضافت أن عملية الانتخاب التي شهدت منافسة محتدمة تكرس المصداقية والثقة اللتين يتمتع بهما المغرب في مجال تدبير الهجرة في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة. وبحسب المصدر ذاته فإن عملية الانتخاب هذه تعكس الثقة التي تتمتع بها المملكة على المستوى الدولي، وكذا الاعتراف بدورها لفائدة تدبير إنساني ومسؤول ومتضامن للهجرة، مسجلا أن الأمر يتعلق أيضا بتقدير لجهود المملكة على المستوى الوطني من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. كما أن المملكة التي استضافت في سنة 2018 المؤتمر الذي توج باعتماد ميثاق مراكش من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية تحتضن مرصد الاتحاد الإفريقي للهجرة وتكرس إعادة انتخاب المغرب وجهة الاستراتيجية المعتمدة طبقا للتوجيهات الملكية السامية لتعزيز حضور المملكة في المنظمات الدولية وفي مختلف لجان وهيئات معاهدة حقوق الإنسان. وأضافت الوزارة أن المغرب أضحى بهذا النجاح الجديد حاضرا في جل هيئات المعاهدات، وهو ما يمثل اعترافا دوليا بالخبرة المغربية في مجال حماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا النجاح الانتخابي الجديد يعد ثمرة لتعبئة الجهاز الدبلوماسي برمته. يذكر أن محمد الشارف وهو عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وأستاذ جامعي خبير مرموق في مجال تدبير تدفقات الهجرة والتنقل، وتتولى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين المكونة من 14 خبيرا مراقبة تنفيذ الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس الجمعة 21 يوليوز عن دعوته لمدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيريز للانضمام إلى اجتماعات مجلس الوزراء، خطوة فريدة تعكس الدور المحوري الذي يلعبه بيرنيز في الإدارة الأمريكية، مما دفع بايدن للإشادة به واعتباره مصدرا لمعطيات وتحليلات هامة ومباشرة تعزز أولوية سلامة وأمن الشعب الأمريكي. وباعتبار قرار بايدن دعوة بيرنيز للانضمام إلى مجلس الوزراء، فإن مدير وكالة الاستخبارات المركزية سيعمل جنبا إلى جنب مع مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز وكذلك مع باقي الوزراء.
وأوضح جون بايدن خلال كلمته في هذه المناسبة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تحت قيادة بيرنز تمتلك مقاربة واضحة وطويلة المدى لمواجهة أهم التحديات الأمنية الوطنية، بدءا من التعامل مع الحرب الروسية في أوكرانيا وصولا إلى التحديات التي تنشأ من التنافس مع الصين والتعامل مع المخاطر التكنولوجيا الناشئة. وفي هذا السياق أعرب ويليام بيرنز عن فخره بقرار الرئيس، مشيرا إلى أن دعوة بايدن تعترف بالمساهمة الأساسية التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية يوميا لتعزيز الأمن القومي. بدورها أعربت مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هينز عن سعادتها البالغة بهذه الخطوة. وتربط الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب علاقة تعاون وطيدة ترتكز أساسا على التعاون في المجال الأمني، لما في ذلك مصلحة البلدين الصديقين، وتنعكس على متانة وعمق التعاون الذي يجمع بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وكان المدير العام لمراقبة التراب الوطني في المغرب عبد اللطيف حموشي قد استقبل ويليام بيرنز في أبريل الماضي بمكتبه بالرباط كجزء من مسلسل هذا التعاون الكبير في مجال المخابرات والأمن. ويشمل التعاون الأمني الذي يشرف عليه كل من الحموشي وبيرنز تقييم الوضع الأمني والمخاطر على المستويين الإقليمي والجهوي، ودراسة التهديدات والتحديات الأمنية المرتبطة بالأوضاع التوتر في بعض مناطق العالم، بالإضافة إلى رصد ومواجهة مخاطر التنظيمات الإرهابية خاصة في منطقة الساحل والصحراء المغربية. ويؤكد التعاون بين الجانبين بوضوح تام الرغبة المشتركة للطرفين في تعزيز التنسيق البيني في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة مختلف التهديدات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي. ورافق ويليام بيرنز في هذه الزيارة الثانية من نوعها كبار مساعديه، وكان اللقاء مناسبة لمتابعة نتائج زيارة المدير العام لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو 2022، حيث التقى بمسؤولين أمريكيين بارزين على رأسهم أفريل هاينز مديرة أجهزة المخابرات الأمريكية، وويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وكريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي. كشفت شركة أوبلين البريطانية أنها تستعد للقيام باستثمارات كبيرة في المغرب في مجال الطاقة النظيفة، وتحديدا بمدينة الداخلة، وذلك بعد الزيارة التي قام بها وفد المؤسسة المتخصصة في مجال الطاقات المتجددة إلى الصحراء المغربية، والتي قادها الرئيس المدير العام بارنان تشامبس. ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن تيمبس تأكيده أن الشركة تعتزم استثمار 100 مليار دولار في مشروع لإنتاج الهيدروجين بالصحراء المغربية، موردا نخطط لمشروع كبير للطاقة المتجددة من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في الأقاليم الجنوبية للمغرب. وقال المسؤول البريطاني أن مناخ مدينة الداخلة ملائم لهذا المشروع، حيث يتعلق الأمر بمدينة ساحلية تتمتع بوفرة في أشعة الشمس والرياح، موردا أن هذا المشروع ينتظر أن يخلق 5000 فرصة شغل، حيث سيتم إنشاء منطقة صناعية خضراء تتم فيها صناعة الألواح الشمسية، الكهروضوئية وشفرات أعمدة الطاقة الريحية. وكان وفد شركة أوبلين قد زار الصحراء المغربية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين من أجل اكتشاف الآفاق الاستثمارية بالمنطقة، والتقى حينها برئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب الخطاط ينجا، الذي رحب بالاستثمارات البريطانية في المنطقة وخاصة المتعلقة بالطاقة النظيفة. وحسب مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، فقد استقبل ينجا بعثة استثمار بريطانية هامة يوم الثلاثاء الماضي بمقر الجهة، وتتكون هذه البعثة من 20 مستثمرا في عدد من القطاعات الاقتصادية يتقدمهم، وخلالها نوه رئيس البعثة بالعرض الذي قدمه السيد الرئيس بخصوص مناخ الاستثمار.
وقدم الرئيس عرضا مفصلا عن إمكانيات الجهة من حيث مناخ الاستثمار ومؤهلات الجهة الطبيعية والبشرية في مختلف القطاعات، كما أكد استعداد مجلس الجهة لفتح الباب أمام كل استثمار جاد من شأنه أن يعود بالنفع على ساكنة الجهة. وفي مايو الماضي وقعت الحكومة المغربية ونظيرتها البريطانية على إطار استراتيجي للتعاون بشأن العمل المناخي والطاقة النظيفة والنمو الأخضر عبر كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الدولة البريطانية المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا طارق أحمد لومبلادن. ويهدف هذا الإطار الاستراتيجي إلى دعم وتسهيل وتعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل المناخي والطاقة النظيفة والنمو الأخضر، وذلك من أجل مواكبة تطور المغرب نحو اقتصاد منخفض الكربون يتسم بالاستدامة والقدرة على التكيف قصد ضمان انتقال مسؤول وسريع من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة والمستدامة.